المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. السيطرة على أسراب الجراد في دهلك. مصنع بناتوم يعمل لسد طلبات الصلصة. دعم أسر الشهداء في رقعة سبب. روسيا وتركيا تختصران أول دورة مشتركة في سوريا. قرارات عزل ذاتي وحظر الدخول لمكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم. نشر القوات الأوروبية عند الحدود اليونانية التركية لوقف تدفق المهاجرين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر السيطرة بالتعاون مع القوات البحرية والجهات الأخرى على أسراب الجراد التي حطت رحالها في جزيرة الدهلك في الأيام الماضية، قادمة عبر البحر دون إحداثها أضرار بالمزارع والمراعي. وذكر المكتب السيطرة سريعا على أسراب الجراد التي ظهرت في مناطق سلعيت ونورا وجمهيلية ودحلة نتيجة المعلومات العاجلة التي قدمها السكان وتوظيف الطاقات البشرية والمعدات اللازمة. وأوضح عضو المكتب الشاب تسفاسيون تخل سنبت أن أسراب الجراد ظهرت هذه السنة على شواطئ إقليم شمال البحر الأحمر بكميات لم يشهد لها مثيل من قبل، وتم السيطرة عليها بأنشطة رش المبيدات التي شاركت فيها وزارة الزراعة مع الإدارات والشعب وقوات الدفاع، وكان للخبرة المكتسبة دور كبير لإبادة الجراد في جزيرة دهلك. وقال قائد المنطقة الشمالية في القوات البحرية المقدم يمان جبر مريم إن القوات البحرية كان لها دور كبير لإبادة الجراد، مؤكدا على استعدادهم للقيام بالمراقبة والمتابعة بالتعاون مع الصيادين في الجزر عبر المقاير المأهولة بالسكان والملائمة لتكاثر الجراد. وذكر مدير مديرية الدهلك السيد أحمد محمد علي أن المهمة أنجزت بنجاح لتضافر جهود قوات الدفاع خاصة القوات البحرية، لكن المخاطر لا زالت قائمة خاصة مع غزارة الأمطار الشتوية، مما يتوجب استمرار أعمال المراقبة. وشهدت بعض مناطق قاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر ظهور أسراب الجراد منذ شهر نوفمبر 2019، وتم إبادتها دون إحداثه الأضرار. ويدعو الخبراء لتواصل أنشطة المراقبة لوجود الجراد في دول المنطقة. يقوم مصنع بناتوم الكائن في منطقة ألبو بمدينة هيكوتا بتعليب الطماطم المنتج في مختلف مزارع إقليم الكشبركة لسد متطلبات السوق الداخلي. وأوضح مدير المصنع المقدم تكي والدو أن المصنع له قدرة تعليب 5000 كنتال من الطماطم يوميا، ويقوم بتعليب الطماطم القادم من مشاريع قرست وفانكوراوي وفانكوصمو ومولوبير وعد عمر وأفهمبول وكركبات في علب وزنها 250 و 450 جرام. وذكر مسؤول الإدارة والأعمال الفنية في مؤسسة الغلال والمواشي السيد محمد عبد الله أن المصنع يقوم إلى جانب تعليب الطماطم لسد احتياجات البلاد في فتح فرص العمل للمواطنين وتعريفهم بأنشطة الزراعة المروية الحديثة والتصنع الزراعي. وأفاد العمال أن المصنع يسهم لوجود مصدر الدخل لهم والتعريف بتقنية التصنيع. وأشار الشباب الخارجون من الكليات والمدارس الفنية إلى اكتسابهم التجربة العملية للدراسة النظرية التي تلقوها. عقد اجتماع يومي 12 و13 من مارس في مديرية مصوعة لتقديم برامج إصحاح البيئة عام 2019 ووضع برامج عام 2020. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد رزاني في الساهي في الاجتماع اكتساب الخبرة من الأعمال المنفذة العام الماضي، واتخذت مبادرات جادة لإكمال البرامج هذه السنة. وذكر مسؤول مكتب وزارة الصحة السيد تسفاسيون أن العمل جاري بإتمام لنظافة البيئة لدورها في الصحة العامة، داعيا لتعزيز تعاون الشركاء عامة ورجال الدين خاصة.
وأشار التقييم إلى تركيز العمل في مديريات فعبت وقلعلو وفورو وقندع، وتم التفاهم مع مصنع إريتريا للبلاستيك لتوفير أدوات النظافة. وقال مدير إصحاح البيئة في وزارة الصحة الدكتور زموي ألمو إن إصحاح البيئة المجتمعية من البرامج الاستراتيجية لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الأنشطة المشجعة المنفذة في السنتين الماضيتين تؤدي الجاهزية لإكمال الأعمال المتبقية. ودعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الاجتماع القيام بالمتابعة الجادة للحفاظ على الإنجازات، موضحة إقامة لجان تنفيذ ومراقبة إصحاح البيئة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتأهيل 47 أسرة محتاجة بالتجارة والماشية، وخصص لكل أسرة مبلغ 10,000 نقفة لهذه الأسر التي ترعى المعاقين والأيتام وأسر الشهداء لتوظيفها في التجارة في المدن والماشية في الريف. وأكد المواطنون المدعومون على العمل لتحسين حياتهم المعيشية الاستفادة من الدعم الحكومي. وذكر أعضاء لجنة التأهيل المجتمعية العمل المنسق للتعرف على الأسر المحتاجة. وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد تدروس في الصحية لوكالة الرينات تأهيل 61 أسرة محتاجة العام الماضي بطريقة مماثلة، وتقديم مساعدات بأكثر من 1,000,000 نقفة ل 515 أسرة ترعى الأيتام بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين. وذكر تقديم أكثر من 200,000 نقفة للطلاب المحتاجين لشراء الزي المدرسي ودفع مستحقات الدراسة وتقديم الأدوات الدراسية ل 1273 طالب محتاج العام الدراسي السابق. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مدينة لوجو عنسبات تقديم دعم مالي ل 28 أسرة شهيد تم جمعه من العضوات. وقال سكرتيرة فرع الاتحاد السيدة صقا حبتين الدعم مقدم من العضوات في ضواحي الليبان ودك الشحاي وديدا وقرين أخدو ومقركة، معربة عن ثقتها لاتخاذ الضواحي الأخرى مبادرة مماثلة. من جانبها أوضحت مسؤولة الفرع السيدة سقويني قبر السلاسي أن مبادرة مساعدة أسر الشهداء المتخذة سنويا هي جزء من الدعم الذي يقدمه المواطنون في الداخل والمهجر للمحتاجين. وشكر مدير مديرية لوجو عنسبة السيد أبراهام حقوس الدعم المقدم، موضحا المضمون الكبير للدعم. مشاهدينا، نشرتنا ما زال مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا وتركيا اضطرتا لاختصار أول دورية مشتركة بينهما على طريق M4 السريع الذي يربط شرق سوريا بغربها بسبب استفزازات من جماعات مسلحة. وتلك الدورية كانت تتم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها في توضيح سبب اختصار مسار الدورية المشتركة أن الإرهابيين كانوا يحاولون استغلال المدنيين كدروع بشرية للقيام باستفزازات. وأضافت الوزارة أن أنقرة منحت مزيدا من الوقت لتحييد المسلحين الذين نفذوا تلك الاستفزازات. واتفقت تركيا وروسيا على تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد 4 أيام من المحادثات في أنقرة في إطار جهود مشتركة لوقف تصعيد العنف هناك تسبب في نزوح ما يقرب من 1,000,000 شخص، ودفع تركيا وروسيا صوب مواجهة مباشرة.
انضمت فرنسا وإسبانيا إلى إيطاليا في فرض إجراءات لتقييد حركة عشرات الملايين، وأمرت أستراليا جميع الأجانب القادمين إلى البلاد بالالتزام بالعزل الذاتي، بينما وسعت الأرجنتين والسلفادور نطاق حظر على دخول أراضيهما في إطار المساعي العالمية لاحتواء وباء كورونا. وفرض عدد من الدخول حظرا على التجمعات الكبيرة، وأوقفت الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية في الوقت الذي حث فيه خبراء الطب الناس على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس. وقيدت كل من إسبانيا وفرنسا جزئيا حركة سكانها في إطار حالة طوارئ لمدة 15 يوما بهدف التصدي للوباء في ثاني أسوأ الدول الأوروبية تأثرا به بعد إيطاليا. وقال سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا أن جميع المسافرين القادمين من دول أخرى سيتعين عليهم عزل أنفسهم 14 يوما، وأنه سيتم منع السفن السياحية الأجنبية لمدة 30 يوما في ضوء ارتفاع الحالات المنسوبة لمصادر عدوى خارجية. وشددت الصين فحص المسافرين الدوليين القادمين إلى مطار بكين بعد أن فاق عدد حالات الإصابة الواردة من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الثاني على التوالي. في إطار مساعدة أثينا على وقف تدفق المهاجرين الآتين من تركيا، بدأ 100 عنصر من الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية عمليات مراقبة تستمر لشهرين على الأقل عند الحدود البرية اليونانية التركية في شمال شرق اليونان. وذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية أن عناصر فرونتكس وصلوا إلى كاستانياس معبر حدودي من الجهة اليونانية، وبدأوا دوريات قرب السياج الفاصل بين اليونان وتركيا وعلى طرق المنطقة. ومن جانبها طلبت اليونان من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مساعدة لمنع المهاجرين المحتشدين في كاستانياس من الدخول إلى الأراضي اليونانية. وقال مسؤول أوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي التزمت أيضا إمدادات اليونان بمزيد من المعدات التقنية بما يشمل زوارق طائرة رقابة بحرية، وأيضا مركبات مجهزة بنظم الرؤية الليلية. الخبر الأخير في هذه النشرة: اكتشف العلماء ما يقولون إنه أصغر ديناصور معروف، واستدلوا عليه من جمجمة محفوظة في قطعة من حجر الكهرمان عمرها 99 مليون سنة. وقالت عضوة بفريق البحث الذي اكتشف هذه الحفرية إن هذا النوع يمثل أغرب حفرية عملت عليها في حياتها. وتتمثل هذه الحفرية التي عثر عليها في شمال ميانمار في جمجمة تشبه جمجمة الطائر، وقد علقت في قطعة من حجر الكهرمان. وكتب الباحثون يقولون أن حجم هذا الديناصور مماثل لحجم الطائر الطنان، وهو نوع صغير من العصافير يعد من أصغر الطيور على وجه الأرض. ويسلط هذا الاكتشاف المذهل الضوء على كيفية تطور الطيور الصغيرة من الديناصورات، والتي كانت عادة أكبر حجما بكثير. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.